السلام عليكم. ازيكم؟ موضوعنا النهارده مهم قوي. موضوعنا يعتبر العمود الفقري لأي إنسان عايز يعيش بكرامته في الزمن ده. إنك تدرك إن الزحمة اللي حواليك دي كلها عبارة عن ديكور ممكن في ثانية تنفض وتمشي. النهاردة أنت الكل في الكل، والكل حواليك ما شاء الله بالألوف، وبكرة لو مصلحتهم دي خلصت مش هتلاقي أبدا أبدا غير صدى صوتك بس، والظروف والحاجات اللي حواليك دي. ركز في اللي هقوله لك دلوقتي، حطها كده حلقة في ودنك عشان الصدمة كده بكرة ما تكسركش. طول ما انت جيبك عمران، ايدك طايلة، كرسيك عالي، وبتخدمهم بقلب ورب، الكل حواليك بيعمل لك حساب وألف سلام وتعظيم. لكن أول ما الدنيا تدي ظهرها ليك كده وخلاص بقى، وتسيب الكرسي بتاعك والدنيا تهدى شوية، جيبك يبقى قليل شوية كده والمعارفك تقل خلاص، أو مصلحتهم بتنتهي عندك، هتلاقي كله والله فص ملح وداب، وكأنهم ما عرفكش كده في يوم من الأيام. هتكتشف إنك أنت كنت مجرد وسيلة، مش بني آدم غالي عليهم زي ما كانوا بيقولوا، وإن الغلاوة دي كانت للمصلحة مش لشخصك أنت. فلازم تصحى وتفوق، ولازم تكون جاهز باستمرار إنك تكمل لوحدك، لأن دي هي الحقيقة الوحيدة اللي هي هتسندك لما الكل يخلع. لازم تكون جاهز باستمرار إنك تكمل لوحدك في الزمن اللي احنا فيه ده. ومحدش يخش يقول لك ايه ده انت بتأفور. لا، مش بأفور، وفي أمثلة كتيرة قوي. فلازم تكون جاهز ان باستمرار انك انت هتكمل لوحدك. يعني مش في دايما كده يقول لك ربنا ما يحوجني لحد، هي كده. للأسف احنا عايشين في زمن بقى فيه سعر البني آدم بيتحدد باللي يقدر يقدمه للناس، مش بأصله ولا بمعدنه ولا حتى بجدعنته القديمة اللي شالها كده فوق كتافه سنين طويلة. تلاقي زمان التليفون ما بيبطلش رن طول ما انت لسه على كرسيك، او الجدع اللي بيشيل الهموم، او الممول اللي ما بيقولش لأي حد لأ، او اي حد يطلب مصلحة او اي حاجة. في اللحظة دي بتبقى انت النجم كده في كل قعدة، وكلامك ما شاء الله حكم، والكل يقول لك قول قول يا معلم، والكل بيحاول ان هو يعني يتمنى ودك كده، وبيحاول يتقرب منك عشان في النهاية ياخد حتة من التورتة من نجاحك، او يستفيد من نفوذك او من الكرسي اللي انت عليه، او واسطة، او تشغل له حد او لا. بس الحقيقة المرة ان في ناس كتير قوي حواليك هم مجرد جمهور مصلحة، بيحبوا الدور اللي انت بتلعبه، مش بيحبوك انت كإنسان بدم ولحم ومشاعر وتعب، وبتتعب لهم تعب حقيقي. المشكلة ان احنا بنغرق في العشم كتير قوي، وبنفتكر ان دي محبة دايمة، وبننسى ان القلوب فعلا بتتقلب كده مع المصلحة. لما المصلحة بتتقلب كده والظروف والفلوس اللي في جيبك والنفوس تنتهي، لازم تتعلم انك انت ترسم خط فاصل بين الناس وبين كيانك الشخصي، وتعرف ان قيمتك الحقيقية مش في نظرة الإعجاب المزيفة اللي في عينيهم النهاردة. لا، العيون دي هي
اللي هتبص الناحية التانية بكرة لو انت وقعت، او لما بقاش منك مثلا فايدة او رجا، او ما بقاش في حاجة هم تستدعي ان هم يجروا وراها. يعني معلش المقدمة دي عشان تفهم انك لازم تعيش بوعي، ولازم تكون جاهز باستمرار انك تكمل لوحدك بكرامة، ومن غير ما تتباكى كده على حد سابك في نص الطريق. لازم تتعلم انك انت تكمل لوحدك بكرامة. الوعي ده هو اللي هيخليك واقف على رجلك مهما كان مين اللي جنبك، ومين اللي قرر يخلع في عز الأزمة بدم بارد وكأنه شيئا لم يكن. دي قصص واقعية حصلت في أرض الواقع. ده درس. هديك بقى مثال جميل قوي 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 من أرض الواقع. شفنا زمان ياما مديرين كبار ورؤساء مجلس إدارة وأصحاب مراكز، وقت ما كانوا في الكراسي مكاتبهم دي كانت خلية نحل، والكل بيحلف بحياتهم ليل نهار في الطالع والنازل. يوم ما سابوا مكانهم تليفوناتهم العادية بقى والشخصية دي بقت بترن بالعافية، ولما كانوا يقابلوا حد من حبايبهم القدام في الشارع كانوا يتهربوا من السلام أو يبصوا الناحية التانية كده أكنهم مش عارفينهم. ده أكبر دليل إنك لازم تكون جاهز باستمرار إنك تكمل لوحدك، لأن الكرسي في النهاية بيمشي والحبايب بيمشوا معاه، هو بيفضلش أبدا أبدا موجود كده في الدنيا غير ذاتك. في 5 نقاط كده هي الأساس في كل حاجة بنحكي فيها دلوقتي. أول نقطة، المصلحة هي دايما المحرك الأساسي للعلاقات. لازم تفهم إن أغلب العلاقات اللي حواليك دلوقتي قايمة على مبدأ هتديني إيه عشان أديك إيه. وده قانون الغابة، واللي بيسكن في الغابة الحيوانات. ده قانون الغابة اللي بيحكم النفوس الضعيفة والقلوب المادية. الناس بقت بتدور على المنفعة قبل المودة، والكل بيجري ورا اللي يقدر يسهل له حياته أو يوصل له لهدف معين كده في أسرع وقت وأقل مجهود. فلو أنت شاطر في شغلك الكل عايز يصاحبك عشان خاطر يستفيد بخبرتك ويطلع على كتافك لمكان أبعد، وانت اللي تشيل الشيلة كلها لوحدك في الآخر. ولو معاك فلوس الكل عاوز يقرب منك عشان خاطر الوجاهة الاجتماعية أو عشان السبوبة اللي ممكن تطلع من وراك كده، أو أي مصلحة دايرة شغالة. حتى لو لسانك حلو وبتجامل الكل بيحب يسمعك عشان تملأ كده فراغهم النفسي المريض، مش عشان هم مهتمين بيك بجد أو بوجعك اللي انت مخبيه جوه. فبمجرد البير ده ينشف والفايدة اللي بياخدوها منك تخلص، هتلاقي الحبل ده تلقائي انقطع لوحده، والناس اختفت فص ملح ودب من حياتك، وكأنهم ما عرفوش حد كده، ما عرفكش كده في يوم من الأيام. ده مش معناه ان كل الناس وحشة، بس معناه انك لازم تكون واعي ومدرك ان كده البنزين اللي هو ممشي مركبهم معاك هو احتياجهم ليك وبس. اول ما الاحتياج ده يموت المركب هتقف لوحديها، هتقف، بس هتقف بيك انت لوحدك كده في نص البحر، وهم هينطوا كده يروحوا على اي شط ويهربوا، يروحوا لأي حتة تانية بدون تفكير فيك. هديك مثال، الصاحب اللي ما بيفتكرش رقمك غير يعني لما في حاجة كده ورقة حكومية كده متعطلة وانت في ايديك تخلصها.
اول ما الورقة دي انت تخلصها له وتتمضي يختفي شهرين لغاية ما ورقة تانية تظهر برضو عشان تخلصها له. عشان كده خليك عارف ان مكانتك النهاردة مرتبطة بعطائك، ويوم ما العطاء ده يقل المكانة دي هتتبخر فورا في الهواء من غير سلام. في اللحظة دي بالتحديد لازم انت تكون جاهز باستمرار انك تكمل لوحدك، وتعرف انك انت كنت شايلهم يعني قبل كده، فلازم تشيل نفسك، لازم تشيل نفسك بكرامتك. لازم تبني العالم بتاعك الخاص اللي ما بيعتمدش على خدمات الآخرين، وخليك انت الخدمة لنفسك، عشان لما الكل ينسحب تفضل انت واقف في مكانك ثابت وصادم. يبقى دي أول حاجة. تاني حاجة ويمكن حكينا فيها قبل كده، سيكولوجية الاستغناء عند الناس. البشر طبيعتهم بينسوا بسرعة، خصوصا لو النسيان ده هيريح ضميرهم كده من فكرة قلة الأصل أو ندالة، يعني أو ندالة التصرفات اللي عملوها معاك وقت الشدة والاحتياج. في ناس بتتعمد إن هي تنسى عشان تخرج من موضوع قلة الأصل، والناس دول حوالينا للأسف. الشخص اللي كان بيمدح فيك النهاردة بكرة لما تبقى ولا حاجة بالنسبة له، عقله هيبدأ يبرر لنفسه كده، هو ما بقاش محتاجك أصلا في حياته، فهتلاقيه دايما بيطلع فيك القطط الفطسانة ويقول ده كان وكان، عشان بس ما يحسش بالذنب انه سابك في نص الطريق. يعني بيفلسفها لنفسه كده، يعني بيحللها لنفسه. الناس عندها قدرة رهيبة انها تستغنى عن اي حد ما بقاش يضيف لهم اي قيمة مضافة في حياتهم اليومية او في المنظرة بتاعتهم قدام المجتمع والناس. عشان كده اوعى تبني سعادتك او ثقتك في نفسك على كلامهم او قربهم منك، لان كلامهم ده رصيد بيتسحب منه كده اول ما المصلحة تخلص وتنتهي. الاستغناء ده هو الاختبار الحقيقي اللي بيكشف لك مين اللي كان بيحبك لشخصك ومين اللي كان بيحبك عشان حاجته وعشان مصلحته بس. القريب اللي كان بيبوس ايدك عشان تشغله معاك، صاحبك اللي كان بيبوس ايدك فعلا، هم اصحاب كتير كانوا بيبوسوا ايديك عشان بس تشغله معاك، ويوم ما بقى وعلي واشتغل وبقى معاه قرشين بقى يتكلم عنك للأسف بالوحش، ويقول لك انك انت كنت معطله عن نجاحه الوهمي. لما توصل لمرحلة انك انت مش محتاج حد، وقتها بس هتعرف تتحكم في خيوط اللعبة دي، ومحدش هيقدر يكسرك ببعده عنك او بهجرانه المفاجئ ليك. افتكر دايما ان الناس زوار في محطات حياتك، والضيف مسيره يمشي مهما كانت القعدة حلوة او المنفعة كبيرة ليهم في الوقت الحالي. عشان كده لازم تكون جاهز باستمرار انك انت تكمل لوحدك، وتكون انت الونيس الحقيقي لنفسك في وقت الشدة ووقت الرخاء ووقت الضلمة. ابني الحيطة بتاعتك بنفسك، وخلي أساسها هو الاستغناء عن أي إيد ممكن تتمدلك النهاردة وتتسحب منك بكرة في عز الأزمة الكبيرة اللي هتواجهها. اللي بيستغنى بجد هو اللي بيملك نفسه، واللي بيملك نفسه هو اللي محدش يقدر يذله بحاجة أو يخليه يحس إن هو قليل لوحده. دي تاني حاجة اللي هي ثقافة الاستغناء. تالت حاجة، في وهم كده اسمه وهم الأبدية في العلاقات الاجتماعية. دي بقى مصيبة، دي في أنا أكبر غلطة بنقع فيها هي جملة كده: إحنا مع بعض العمر كله.
أو إحنا سند لبعض مهما حصل، ومهما الدنيا دي مالت بينا وخدتنا السنين. مفيش حاجة دايما في الدنيا دي غير وجه الله، الباقي كله متغيرات بتتحكم فيها الظروف والمصالح والفلوس والنفوس والخدمات اللي هي ما بترحمش حد خالص. العلاقات عاملة زي فصول السنة، في ناس صيف بيبقوا معاك في عز الزهزهة كده والنجاح، وناس شتاء بيختفوا مع أول رشة مطر كده وأزمة حقيقية. لما بتبقى أنت المهم النهاردة بتفتكر للأسف إن الحالة دي هتفضل كده طول العمر، وبتستثمر كل مشاعرك ووقتك ومجهودك في ناس للأسف كلها غلط. بس الحقيقة المرة إن القلوب بتتقلب، والولاء بيبقى دايما لصاحب القوة أو صاحب المصلحة الأكبر في الوقت الحالي اللي هو هيفيدهم أكتر من غيره. الاستمرار في العشم هو انتحار نفسي بطيء، لأنك بتدي بصفاء نية لناس ممكن يبيعوك في أول مزاد لو السعر كان مغري أو الحاجة خلصت. هديك مثال، مثلا الشلة اللي كانت مثلا بتتجمع في بيتك، ما بتتجمعش غير في بيتك، أكلك وشربك ومصاريفك كل حاجة عليهم الشلة دي. ويوم لما انت مريت بأزمة مالية جامدة راحوا عملوا جروب تاني من غيرك خالص عشان ما تبقاش حمل عليهم. الاستعداد النفسي لرحيل الناس مش تشاؤم، ده قمة الواقعية اللي هي بتحمي قلبك من الوجع والكسرة اللي هي ما بتتعالجش بكلمتين حلوين من أي حد. إنك تبقى عارف إن اللي بيضحك في وشك النهاردة ممكن جدا بكرة ما يعرفش اسمك. ده بيخليك قوي وأكثر ثباتا قدام المشاكل كلها اللي هتقابلك. عيش اللحظة بجدعنتك، بس دايما خلي فيه مساحة أمان، في حتة كده جواك مفيش حد بيوصل لها غيرك، عشان لما الكل بينسحب تلاقي نفسك كده واقف صامت. القاعدة الذهبية هنا هي إنك لازم تكون جاهز باستمرار إنك أنت تكمل لوحدك، وتكون فعلا راحتك النفسية دي أنت تكون مؤسسها مظبوط، إن مفيش غيرك أنت وطموحك هو اللي هيسندك. اللي بيمشي لوحده بيوصل أسرع لأنه مش مربوط بتقل حد، واللي بيمشي لوحده بيبقى واثق في كل خطوة بيدوس بيها على الأرض الصلبة القوية. رابع حاجة، قيمتك الحقيقية في ذاتك مش في دورك. بمعنى الناس في الغالب بتحب الدور اللي انت بتلعبه في حياتهم، مش انت كإنسان بملامحه وروحك وتفاصيلك اللي بتميزك عن أي حد تاني خالص. فلو انت الأب اللي بيصرف، هم بيحبوا الممول اللي بيحقق الأحلام وبيدفع الفواتير. ويوم ما الفلوس دي بتقل الطلبات بتتحول لنقد لاذع وبمقارنات توجع. لو انت الصديق اللي بيسمع، هم بيحبوا المستمع اللي بيريحهم من غير تعب. ويوم ما تشتكي انت ليهم تلاقيهم مش فاضيين لك اصلا يسمعوا نص كلمة. يوم ما تتعب وما بتقدرش تقوم بدورك ده هتحس فجأة ان غلاوتك بتقل، والاهتمام بيك فعلا بيبهت كده لحد ما بيختفي تماما وتصبح نكرة في عيونهم. عشان كده لازم تبني قيمتك بعيد عن الأدوار دي خالص، وتخلي تقديرك لنفسك نابع من جوه مش من نظرة الناس اللي هي ما بتشبعش أصلا. حب نفسك لشخصك، لمبادئك، لثقافتك، لتطورك الشخصي، للي بتعمله كل يوم، عشان تكون نسخة أحسن من نفسك القديمة اللي هي كانت بتضحي بزيادة.
هديك مثال وبرضه مهم. الموظف اللي كان شايل القسم كله على كتافه، ويروح ويروح متأخر ويروح بدري ويوم ما تعب وخد أجازة مرضية لقوا بديله في ساعة ونسيوا حتى يسألوا عليه. لما تكون شبعان بنفسك ومقدرها صح، مش هيفرق معاك مين مشي ومين فضل، لأنك لو استمديت قوتك من الآخرين للأسف هتبقى ضعيف ومهزوز دايما. دي أخطر حاجة ممكن تعملها في حق نفسك، إنك تربط سعادتك بمدى احتياج الآخرين ليك أو بمدى ثنائهم عليك في كل قعدة ومناسبة اجتماعية. خليك أنت الأصل، والباقي كله إضافات ممكن تتمسح في أي وقت. لو الإضافات دي اتمسحت يفضل الأصل بتاعك غالي ومتصان في نظرك أنت. عشان كده لازم تكون جاهز باستمرار إنك تكمل لوحدك، وتكون أنت البطل الوحيد في رواية حياتك اللي ما بتخلص بانتهاء دور ممثل مساعد سخيف. القوة هي إنك تكتفي بذاتك لدرجة إن غياب الكل ما ينقص منك شعرة، بل بيزيدك ويزيدك إصرار أكتر وتحدي على النجاح في الدنيا الضلمة اللي حواليك دي. خامس حاجة، في قاعدة كده اسمها قاعدة الاعتماد الكامل على النفس. اتعلم دايما انك انت ما ترميش كل ورقك في سلة واحدة. ما تعتمدش على حد ابدا في مشوارك الشخصي او المهني او حتى النفسي او العاطفي او الاجتماعي. خليك انت الاساس في حياتك، والناس دي مجرد ضيوف بيجملوا الصورة، مش هم اللي شايلين السقف اللي بيحميك من تقلبات القدر والظروف اللي هي الصعبة. لما تكون قوي ومستقل وناجح، الناس فعلا هتجيلك وتتمنى رضاك وتتمسح فيك، ودي طبيعة بشرية لازم نفهمها ونتعامل معاها بذكاء وحذر شديد. بس الشطارة انك تكون عارف ان اللمة دي وقتية ومرتبطة كده وهج نجاحك وقوة مكانتك وكرسيك في الوقت الحالي، مش بحبك الحقيقي لشخصك المجرد. خليك دايما جاهز لليوم اللي تليفونك فيه ما يرنش، واليوم اللي ما تلاقيش فيه حد بيطبطب عليك خالص في لحظة انكسار أو تعب حقيقي وجد. الاعتماد على النفس هو اللي بيخليك حر، وتبقاش رهينة لمزاج حد كده أو لجميلة ممكن حد بعد كده يذلك بيها بكرة قدام الغريب والقريب في كل مكان. فلو بكرة بقيت ولا حاجة ليهم، هتفضل كل حاجة بالنسبة لنفسك، وهتقدر تبني من جديد وتكمل طريقك بكرامة وبعزة نفس من غير أي انحناء لأي حد. هديك مثال كده مهم. في تاجر كان بيعتمد كده على كلمة موحدة مع شركائه، ويوم ما السوق وقع سابوه لوحده يسد الديون، وهربوا هم بفلوسهم اللي عملوها من وراه. القوة هي انك تمشي طريقك بقلب ميت، عارف انك لوحدك ومحتاج فعلا حد بس عشان يكمل الصورة معاك، مش عشان يسندك من الوقوع في الحفرة. القاعدة دي هي أمانك الوحيد في عالم مالوش أمان. فعشان كده لازم تكون جاهز باستمرار انك تكمل لوحدك، وتكون واثق في خطواتك الواسعة. اللي بيعتمد على عضلاته ما بيقعش، واللي بيعتمد على عقله يعني ما بيضلش يعني، واللي بيعتمد على نفسه في الآخر بيعيش ملك في أي حتة وفي أي ظرف قاسي. خليك أنت السند لروحك، وأنت الظهر اللي هو عمره ما ينحني، وأنت الونيس في عز الوحدة. عشان لما الدنيا كده يعني اللي حواليك كلهم يمشوا، تلاقي نفسك مليان بيك أنت.
دي أهم حاجة. نصيحتي ليك، خليك زي البحر، الكل بيحتاج له والكل كده يعني ينبهر بجماله وقوته، بس البحر عمره ما احتاج لحد عشان يفضل عظيم. حب الناس وساعدهم وخليك سيد الجدعان، بس اوعى تنسى نفسك في وسط الزحمة دي كلها اللي هي بتغطي الحقيقة المرة. الحقيقة المرة اللي هي لازم تواجهها في الآخر. ما تديش مشاعرك الخام وتتوقع مقابل. ما تغلطش غلطتي، عشان الوجع ما يجيش من أقرب الناس ليك في لحظة ضعف ما كنتش عامل حسابها أبدا في حساباتك. اتعلم فن الاستغناء، وعود نفسك انك انت تكون ونيس روحك وصاحب نفسك الأول قبل أي حد تاني في الدنيا دي كلها مهما كان هو مين. لو حد قدرك وشالك فوق الراس كتر ألف خيره واحفظ له الجميل وردهوله، ولو حد باعك أو نسي فضلك اعتبر فصل في كتاب كده وانتهى بسلام وهدوء. الأهم إنك تفضل واقف على رجلك ثابت، وما تسمحش أبدا لنظرة الناس ليك إنها تهز شعرة في ثقتك بنفسك الكبيرة اللي انت بنيتها بالتعب وبالدم وبالدموع. لازم تكون جاهز باستمرار إنك تكمل لوحدك. ده العنوان المهم بتاع النهاردة، لأن دي هي الحقيقة الوحيدة اللي هتفضل معاك لما الكل يختفي وتضلم الدنيا كده في وشك مرة واحدة. عيش يا بيب كرامة، وما تستناش أبدا كلمة شكرا من حد. لو الجايزة الحقيقية هي إنك تفضل بني آدم محترم في نظر نفسك وفي نظر خلقك، لأن هي دي الجايزة الحقيقية، إنك أنت تعيش بكرامة. لازم تتعلم تكمل لوحدك، ما تغلطش غلطة ناس قعدوا سنين تخدم وتشيل وتشغل وتوظف وجدعنة، وخلص ده كله التليفون ما بيرنش. في النهاية الناس بتروح وتيجي والمصالح بتتغير زي فصول السنة الأربعة، لكن انت اللي بقيلك في الآخر مهما طال الزمن ومهما اتغيرت الوجوه. ما تزعلش على اللي نسيك لما مصلحته خلصت، اوعى تزعل، ده هو بان على أصله، ده كشف لك الحقيقة بدري يمكن، وفضلك مكان كده يعني للي يستاهل بجد يقعد في حياتك ويشاركك نجاحك. اوعى تزعل، هو بان على أصله وبان قلة أصله. اشكر الظروف اللي بتبين لك المعادن الحقيقية من الذهب، من الناس الذهب والناس المصدية، وخليك دايما مستعد كده للرحلة اللي جاية، سواء كنت لوحدك بطل أو معاك حد يسليك. في النهاية يعني احنا نقول يا رب علق قلوبنا بيك انت وحدك، عشان لما الكل يغيب يفضل نورك انت السند والونيس اللي هو ما بيخونش وما بيبيعش أحبابه أبدا. تحياتي لكم ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.